السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب شهر رمضان. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعض مخلل اللفت. رمضان ما يحلاش وسفرتنا طبعا ما تحلاش من غير طبق المخلل كده جنب الاكل. هنعمل بقى مع بعض مخلل اللفت باسهل وابسط طريقة ومكونات بسيطة جدا. هيطلع معاكي زي بتاع المحلات واحلى كمان، وهنقطعه بنفس تقطيع بتاع المخلل. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف وصفتنا. اول حاجة عندي هنا كمية اللفت اللي هستخدمها، بجيبه بغسله كويس قوي قوي بالفرشة وانضفه من اي طينة بتكون متراكمة عليه كويس قوي. بعد كده بالسكينة بقى هنشيل الحتة اللي فوق كده بالشكل ده، وهشيل كمان الجزء اللي تحت ده كده برضو، وبتبقى معايا اللفتاية بالشكل ده كده نظيفة وزي الفل. لو عايزين تقشروا اول طبقة دي بالمقشرة اللي هي لونها موف شوية قشروها لو حابين، لو مش حابين يبقوا تغسلوها كويس قوي قوي تحت مية جارية وتنضفوها من كل الطينة كويس قوي. بعد كده بقى هجيب السكينة بتاعتي بتبقى مشرشرة كده للمخلل، بتطلعوا معاكي نفس بتاع الراجل بالظبط، خطيرة وسعرها رخيص قوي مش غالية. هنبدأ بقى نقطع اللفت بتاعنا كده بالحجم اللي احنا عايزينه. انا بحب اقطعه تبقى اللفتاية معايا شبه صوابع البطاطس كده، حابين تقطعوه مكعبات براحتكم، صوابع براحتكم، دي طبعا ترجع لكم في النهاية، هي عادي. اقطع بقى كل كمية اللفت بتاعي بنفس الطريقة كده، وده كده بيكون شكل اللفتاية بتاعتي. شايفين مشرشرة وحلوة ازاي؟ نفس الشكل بتاع بره بالظبط. بعد بقى ما خلصت كل كمية اللفت بتاعي وقطعتها كده بالشكل ده، حطيتها في المصفى، وحطيت تحت المصفى دي كروانة كده. وهعمل ايه بقى؟ هرش شوية من الملح كده على اللفت كله، وده عشان اللفت يخر كل المية المرة بتاعته. رشيت الملح كده اهو، وهديله تنطيقة كده، اقلب اللي تحت فوق وهكذا، وهسيبه 10 دقايق ربع ساعة كده يخر المية بتاعته. ده بقى اللفت بتاعي بعد ما خر المية بتاعته. شايفين كده؟ دي كل المية اللي نزلت كده خلاص. هكبها طبعا، وهجيب بقى البرطمان بتاعي اللي هخلل فيه اللفت كده، احط فيه بقى كل الكمية بتاعتي. انا الكمية بتاعتي دي 2 كيلو ونص من اللفت، حطيتها بقى كلها كده في البرطمان بتاعي. وعندي بقى هنا ملح حسب الرغبة طبعا، لو حابين تزودوا زودوا او تقللوا. انا بحط فنجان ملح صغير، وهحط كمان معلقتين كبار من السكر كده. وعندي كمان فلفل حامي حتة كده عشان تخلي المخلل بتاعي حرش كده وحامي. واحط نقطة من اللون الغذائي عشان تديني لون بينك خفيف كده لللفت، عشان ما كانش عندي بنجر، لكن طبعا انتوا اعملوا بالبنجر، حطوه معاه بنجرايه كده متقطعة احسن طبعا من اللون، بس انا استخدمته عشان يقضي الغرض بس. بعد كده بقى احط مية عادية من الحنفية، مش بحط مية سخنة عشان ما يتهرش بسرعة. انا عايزة اللفت يفضل فيه قرمشة شوية مش مهري، فبحط مية عادية كده، والمية بتاعتي تغطي البرطمان للاخر خالص لازم بالشكل ده كده اهو. وهجيب بقى كيس بلاستيك كده هطبقه على 2 واحطه على وش البرطمان بتاعي كده، وهقفل الغطا كويس قوي قوي، احكم الغطا على البرطمان كويس كده، وهقلب البرطمان بتاعي كده اهو عشان الملح والسكر ينزل تحت ويدوب في المية كلها كده. واللون كمان هرج البرطمان كده عشان اللون يغطي المية كلها بالشكل ده كده. عملنا مخلل اللفت بتاعنا، مفيش اسرع من كده ولا ابسط من كده. هنشيله كده في البرطمان لمدة 10 ايام، كل يوم بقلب البرطمان اللي فوق تحت، وتاني يوم بقلب العكس عشان المخلل كله يتخلل كويس، والملح ما يبقاش فيه حبة وحبة لا وكده. وبعد 10 ايام بقى هتاكلي احلى مخلل لفت زي بتاع المحلات بالظبط، واحلى وانضف كمان، طعمه خطير مقرمش، ملحه مظبوط وتحفة. مش بحط ولا خل ولا ليمون على اللفت عشان ما تضيعش الفوائد اللي فيه، هو ملح وسكر وشطة بس كده ومية عادية، وبيبقى خطير. جربوا تعملوا مخلل اللفت في البيت وهيعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين.